الله عز وجل أراد أن يتلطف مع عباده فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بعدين إيش قال؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شوف اللطف. آمنوا أن وعدي حق وأني بعطيكم. ترى أنا قريب وأعطيك. أتى بالإجابة قبل الدعاء. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، بل الدعاء هو العبادة، هو سهم الله الذي لا يخطئ، هو الارتباط الروحي بينك وبين رب العالمين، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن. حبل وثيق بالله سبحانه وتعالى لا ينقطع. ادعو مو شرط لغة عربية فصحى، ادعو لو بلهجتك العامية ما يضر. أي لهجة. ليس مطلوبا منك أن تأتي بألفاظ منمقة، الله ما يريد هذا، يريد اللي في قلبك. من خلقك لن ينساك. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض ثم خلق من فيها عشان يعطيهم. ليش ما تروح لكلك؟ ليش خاش شيء بقلبك؟ فاضفض لله سبحانه وتعالى وكأنك تفضفض لنفسك. خذ أهم آية عندي في هذا الباب: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. واحد مضطر إلى الله عز وجل، الله يجيب دعاء ولا ما يجيب؟ يستجيب الله له. حتى الكافر لو دعا رب العالمين الله يستجيب. الله يقول في آية أخرى: ادعوني أستجب لكم. أهم شرط للدعاء أنك تدعو وأنت حاضر القلب وأنت من داخلك موقن بالإجابة. أقسم بالله لن تعود بخذلان نهائيا. يعقوب عليه السلام كان يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما أشكي لكم أنا، إنما أشكو إلى الله، إلى الله فقط إلى الله. فحلو لما الواحد يودع لله شتات أمره. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي